ايوا لا تقولي لي ما جات زوينه، وما تقولش لي الشكل ديالها جات خايب، جات غزاله وبنينه ما شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم المتابعين الغزالين. اليوم غتبقاو معايا غتشوفوا الفريكه بالطريقه ديالي. شوف اليوم بغيت نجرب الفريكه. شوف انا عمري ما طيبتها، لكن عاودوا لي عليها زوينه ودقتها وزوينه مذاقها غزال، لهذا بغيت نجربها وبغيت نبارطاجيها معكم. المهم على ايا خليكم معايا ونوريكم المقادير ديالها وكلشي وطريقه الاستعمال ديالها، وديك الساعه ردوا عليا زوينه ولا خايبه ما نعرف، اول مره غادي نطيبها. بسم الله على بركه الله. كي تشوفوا غادي ناخذ اول حاجه غناخذوا نديروا اللوز ديالنا يتسلق نص سلقه غير باش تحيد ليه هذيك القشره ديالو ولا الجلده ديالو. ثاني حاجه غادي ناخذوا الجلبانه ديالنا نسلقوها نص سلقه، يعني هي اصلا تطيب بالزربه تتجي غزاله. هذه تتبقى اختياريه، بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروها تيبقى الاختيار. هنا غادي ديروا الماء شحال من كاس ديال الفريكه وغدوبلوهم وتحطوهم 2 كيسان الفريكه 4 كيسان تاع الماء. هنا خديت الماء، خديت الثومه، ورقه سيدنا موسى، التحميره، الابزار. بالنسبه للتوابل اللي بغيتو، انا التوابل اللي درت سكنجبير ودرت المقدنو، القزبر المدقوق. صافي. كنت قبل فزقت الفريكه في الماء، شوفوا كي جات، خاصها تقريبا تكون ساعه في الماء تطلع غزاله. ها هي نشفات وتسقطرات من الماء، عاد غادي نخويها في الماء ديالها. شوفي كي جات غزاله. هذا بالنسبه اللي حنايا عندنا تنقولوا القمح محروق شويه، تيكونوا هما هاد السوريين تيحرقوا شويه عاد تيبيعوه. صافي خليتها تطيب. اول ملي غتغلى الغليه الاولى وتنقصوا عليها على الرقم 1 وتخلوها تطيب على المهل. ثاني حاجه خديت هنايا الكسرونه ديالي المقله ولا الكسرونه، درت فيها اللحم المفروم ولا الكفته كتنقولوا هنا. وبالنسبه للكفته غديروا التوابل اللي بغيتو. انا درت هنايا الخرقوم، درت البزار، درت السكنجبير، درت التحميره. المهم الخرقوم البلدي دائما انا وليت نطيب فيه. وهنايا درت شويه الهريسه ديالي ديال الترك. الهريسه ديال الترك تتعطيني واحد النكهه زوينه، واصلا انا تيعجبني حيت ناكل شويه الحرور. صافي غادي نبدا الكفته الطريقه ديالها سهله، كنا تنعرفوها. نبقى نحرك شويه هكا حتى يدخل مع داك التوابل ديالها مزيان، نقص عليها العافيه ودخل فيها ديك التوابل زوينه. وعاد غنزيد عليها الجلبانه. صراحه البنات ما غاديش نكذب عليكم، اول مره غادي نجربها، هي الطريقه السوريه. انا بعدا في المغرب عمرني ما شفت حنا تنديروا هذيك القمح المهرمس شويه تنديروا به حنايا الحسوه، بزاف الحوايج، لكن هاد الطريقه ما عمري ما درتها انا في المغرب وما شفتهاش. هنايا طابت ليا الكفته وزدت عليها الجلبانه، وغادي نخليهم وغنوريكم الطريقه ديالها في الفينال كيفاش غتجي حتى الاخر ديالها. جات غزاله. من هنايا غادي نقول لكم البنات المتابعين الغزالين ديالي، ما تنساوش ليا التشجيع من عندكم، وتوركوا على اللايك والاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد ديالي وتشجعوني نزيد نبقى نصيفط لكم. هنا خديت المول ديال الحلوه ديال المول ديال الكيكه، طاحت عليا هذه الفكره، شديت درت اللوز هو التحتاني، اللوز اللي ديجا قليناه وحمرناه، هذه الطريقه راه عارفينها. قليناه في الزيت وحمرنا مزيان، حيدنا من الزيت نشفنا حطيناه. هنا غادي ندير اللوز هو الاول، من بعد ندير عليه اللحم المفروم ولا الكفته اللي ديجا وجدناها مع الجلبانه. غنقادها مزيان في المول ونورك عليها باش تشد ليا البلايص ديالها، باش منين يهبط نهبطها نقلبها تتقلب ليا مقاده. عرفتي جات غزاله وبنينه. ثاني حاجه ملي طابت لينا الفريكه كان شعلت عليها العافيه كتير، من بعد نقصت عليها على الواحد وخليتها طابت لك على المهل. عرفتوا كي ولات يا البنات الزبده هذه ورقه سيدنا موسى حيدتها. صافي تنقادها هكا بالمغرف، تنقادها مزيان وتتوركي عليها مزيان حتى تشد بلاصتها، باش ملي تقلبي يتقلب المول ويتقلب مقاد ويجيك المنظر رائع. جات رطبه وجات غزاله وجات بنينه. انا بعدا شخصيه عجبتني. وثاني حاجه ما تنساوش راها صحيه، لان هذا القمح حنا تنقولوا ليه في المغرب القمح هو مهرمش. حطيت عليها الطبيشيل ديال الطوش اللي عندي ذكرى من زمان كثر من 20 سنه.
هانتوما قلبتها تنضربها بشويه هكا من الفوق باش تهبط ليا مزيانه ومقاده، وتنقول يا ربي ما تحاشبنيش لان اول مره تنطيبها. يا سلام طلعت غزاله، شوف كي جات شوف كي جات شوف كي جات شوف كي جات. درت لها هاد المول عطاها منظر رائع وجا زويون صراحه. بالنسبه للبنيه البنات ما نقولش لك لذيذه وغزاله وبنينه. تنتمنى تجربوها وتردوا عليا. فرجه ممتعه، الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.